حريق مفاجئ في محطة مترو رود الفرج، واللي خلى الركاب في حالة ذعر كبيرة، والكل ابتدى يجري في كل الاتجاهات، والنهاية كانت مؤلمة. لو انت كنت مكانهم هتعمل ايه؟ النهاردة في المترو وفي لحظة مش متوقعة اندلع حريق في غرفة التحكم في محطة مترو رود الفرج، وده كان لبداية الفوضى الغير طبيعية. الركاب ما كانوش فاهمين في البداية ايه اللي بيحصل، الدنيا كلها ضبابية ودخان ابتدى يملى المكان، ومحدش شايف حتى كف ايده. كل السلالم اتملت، وناس كتير بقت تقع على الأرض، وناس كتير بقت بتجري بأقصى سرعة عشان يلحقوا يهربوا من الحريقة. ويمكن ده كان أسوأ كابوس للي كانوا موجودين في المحطة في الوقت ده. لكن زي ما احنا متعودين، الحكومة مش هتسيب الموضوع يمر كده. قوات الحماية المدنية وصلت بسرعة وبدأت إجلاء الركاب على الفور، والوقت ده كانت الساعة 11 بالليل. لكن في أقل من دقيقة كانت عربيات المطافي وصلت، ودفعوا ب5 عربيات مطافي عشان يتأكدوا إنهم يقدروا يسيطروا على الحريق. ما كانش عندهم فكرة عن حجم الحريق ولا البداية جاية منين، كل ده والركاب مش قادرين يفهموا السبب، والشوارع حواليهم زحمة. الإصابات كانوا 3، وبينهم 2 شرطيين تم نقلهم لمستشفى الساحل. كان في حالة كبيرة من التوتر في المكان كله وفي شارع شبرا عموما، لكن الحمد لله الوضع ما كانش أسوأ من كده. المفاجأة إن الحريق ده كان بسبب ماس كهربائي في غرفة التحكم، واللي أدى لانتشار دخان كثيف في المحطة، وده خلى المترو يتوقف لحوالي 25 دقيقة كاملين. كل الناس كانوا في حالة قلق، مش قادرين يفهموا ايه اللي بيحصل، لكن بفضل تدخل فرق الحماية المدنية قدروا يسحبوا الدخان ويدوا الوضع لطبيعته. بعد 25 دقيقة رجعت حركة القطارات تاني مرة زي ما كانت. موقف صعب جدا على الكل، بس النهاية كانت كل شيء اتحل بسرعة وفاعلية، واللي حصل بيأكد لنا أهمية الاستعداد المواقف اللي زي دي، واللي بيخلي الناس تقدر تتعامل مع الأزمات بأقل الخسائر.